قبل ما العالم يسمع بابن بطوطة كان هناك مغربي مشى الشرق والغرب وجلس مع الملوك ورسم أدق خريطة عرفها الإنسان في القرون الوسطى. لكن فين هو اسمه؟ فكتبنا الدراسية الجواب مؤلم وربما متعمد. هو شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي، أصله من مدينة سبتة المغربية، تولد حوالي عام 1100 ميلادية، ينحدر من سلالة إدريسية شريفة، وكان منذ صغره مهووساً بشيئين: السفر والعلم. درس في قرطبة وسافر إلى مصر، الشام، الحجاز، آسيا الصغرى، ثم بلاد الفرنجة. كان كيسافر ماشي للسياحة، ولكن باش يعاين، يسجل ويدون كل شيء: طرق، المدن، الأنهار، العادات، اللغات وحتى النباتات. في بلاد ملك صقلية النورماني روجر الثاني طلبوا منه يصاوب خريطة شاملة للعالم المعروف آنذاك، فأنتج الإدريسي تحفة علمية سميتها نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وهي موسوعة علمية فيها وصف دقيق ل70 إقليماً في العالم، ومرفقة بخريطة عالمية مصنوعة من الفضة النقية قطرها 2 متر تقريباً. الغريب أن الإدريسي رسم العالم بدقة مبهرة، ووضع أوروبا في الأسفل وإفريقيا في الأعلى. نعم، الخريطة مقلوبة بالنسبة لنا اليوم.